سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم بنشارك معكم الشهده مالحه. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه يعني ولذيذه، يعني ما تشبعيش منها. ندوزو ان شاء الله المقادير على بركه الله. المهم بنات، كنت ناويه نحطها لكم هاد الشهده في فيديو خاص، ولكن جا الفيديو كتبغي نحط لكم في الفيديو مع الروتين، ولكن جا الروتين طويل، فقررت انني نحط لكم فيديو خاص هكا. الا بغيتوا الوصفه تلقاوها في فيديو خاص. المهم ندوزو ان شاء الله المقادير على بركه الله. صافي البنات، المهم نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي ربعه تاع الحليب، واحد 2 كيسان صغار تاع الحليب. خديت هكا زلافه. غادا ندير الحليب هكا دافي البنات. 2 كيسان تاع الحليب، معلقه ديال سنيده، ربع كاس ديال الزيت البلديه، معلقه ديال سنيده، معلقه ديال سنيده كيف ما شفتوا، بيضه، المليحه، وجوج معالق ديال الخميره. جوج معالق ديال الخميره البنات. صافي غنخلط هادشي مزيان. وعندي هنا 500 غرام تاع الدقيق الابيض. صافي غنحيد هاد يعني غنطرب هكا مزيان حتى تذوب لي الخميره، وغنحيد الطراب، وغادا يعني نعجنها غير بيديا. صافي كيف ما شفتوا راه باقا جاريه. غنزيد واحد 50 غرام ديال 50 غرام ديال الدقيق. المهم زدت ليا واحد 570 غرام تاع الدقيق بحال هكاك. صافي دابا غادا نديرها هنا فوق الرخامه، وغادا ندلكها مزيان. كيف ما شفتوا غنعطوها هكا دليك، ضروري ما نبقاو ندلكو فيها. كيف ما شفتوا يعني درت 500 وزدت 50 غرام تاع الدقيق، وزدت واحد 20 غرام تاع الدقيق. صافي كيف ما شفتوا يعني كتكون بحال هكا ما قاصحاش وما ما مرخوفاش. غادا ندلكها مزيان، يعني غنعطيها هكا دليك. اللي عنده العجانه يدير العجانه. انايا ما بغيتش نعجن هكا بعجانه. هكا كيعجبني نعجن البنات بيديا. صافي غادا ندلكها هكا مزيان، ونرجع معكم ان شاء الله البنات. صافي البنات، من بعد ما دلكتها كيف ما كتشوفوا دلكتها مزيان، ولات هكا مطاطيه. غادا نديرها هكا في الزلافه، وغادا نجيب واحد السكين، وغادا ندير هكا واحد 2 فليحات باش تخمر ليا هكا دغيا. صافي نغطيها هكا بالبلاستيكه ونخليها يعني حتى تخمر. ودرت هنايا في المقيله درت هكا شويه الزيت، وواحد بصله وحده كبيره، وهكا عندي هنا 2 فليفلات، يعني فلفله يعني ليمونيه وفلفله حمراء، يعني فلافل ملونه. صافي البنات درت الدجاج كيف ما شفتوا، درت الدجاج مفطر، واحد يعني كميه اللي بغيتو 500 انا درت 300 غرام هنا. صافي البنات، يعني من بعد ما تشحرت ليا هكداك الدجاج والبصله والفلافل، زدت واحد نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه ديال الابزار، شويه تاع سكينجبير، ونص معلقه ديال التحميره والمليحه. هادو هما التوابل صافي اللي درت.
صافي. وغادا نخلط هكا مزيان، نخليها تشحر. زدت هكا قزبر ومعدنوس، الزيتون مقطع والمليحه. صافي البنات، حضو من الملح حيت الزيتون مقطع كيكون هكا مالح. وغندير فيها الفرماج هكا مالح. صافي البنات، كيف ما شفتوا يعني العجينه راه خمرات. غادا يعني نخرج هذاك الهواء اللي فيها ونقسم هكا، نقسمها هكا كرات، يعني كل وحده غتكون فيها واحد 60 غرام. وهذه هي الحشوه، يعني غنخليها حتى تبرد. كيف ما شفتوا يعني قسمتها هكا كل كره فيها 60 غرام كاملين، يعني عبرتهم. غادا هكا نبسط بحال هكا ونخلي الوسط يكون غليظ ونرقق الجناب. صافي. وغادا ندير هكا طريف تاع الفرماج ونبقى هكا نسد غير بشويه البنات، نسدو مزيان باش يعني ما تخرجش لينا هكا الحشوه. صافي. وغادا نكمل يعني بنفس الطريقه البنات. ندير الحشوه، ندير الفرماج. المهم بنات، يعني الشهده جات غزاله، يعني ما تشبعوش منها، جات فنه وعجبات، يعني عجبات الناس اللي كانوا عندي. درت فيه هكا فرماج ديال الساندويتش، ديتو قسمته هكا على 4 ودرت هكا طريف. كندير الحشوه، ندير طريف ديال الفرماج من الفوق. عندكم موتزاريلا اولا يعني فرماج حمر، يعني اللي بغيتو. المهم انا ما يعني لاخر الشهر هذا ما بقات عندي حتى شي حاجه، بقى ما تقديتش، يعني لقيت غير هذا الفرماج هو اللي درت. سوف نعاود معكم واحد الوحيده. صافي البنات، كيف ما شفتوا غادا ندير الحشوه وندير فوق منها الفرماج. عندكم فرماج متلت يعني ديروه هكا يذوب من بعد ما تطفوا على الحشوه، ديروه يذوب معاها. صافي البنات، غنكمل بحال هكا. البنات من بعد ما كملت كيف ما شفتوا درت هكا، دهنت جناب بشويه الزيت ورشيته بالدقيق، ودرت لتحت بابي سيفريزي. كيف ما شفتوا غادا نستفها بحال هكا. وإلا عندكم لاطه كبيره يعني ديروا، لا عندكم لاطه كبيره يعني ديروها في لاطه كبيره. المهم انا غادا ندير جوج صغار، ندير هذه مربعه وغادا ندير وحده هكا دايره. المهم بنات، كيف ما شفتوا وغادا نغطيها ونخليها هكا حتى تخمر. عاد فاش ان شاء الله نرجع معكم باش ندهنوها. المهم هانتوما شفتوا هكا نورك عليها غير هكا شويه بيديا ونخليها حتى تخمر. او لا ما كان ما عندكمش الوقت وكان البرد، يعني سخنوا الفران وطفيوه وديروا دخلوا اللاطه حتى تخمر العجينه. عاد فاش تشعلوا الفران وطيبوها. وهنا عندي مول دائري كيف ما شفتوا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي البنات، هي ديال الشهاده ديالنا، كنتمنى باش تعجبكم. صافي البنات، حتى تخمر ونرجع معكم ان شاء الله. البنات من بعد ما خمرت كيف ما شفتوا عندي هنا بيضه، واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره. غادا هكا نخلطها مزيان وغادا نبدا ندهن هذوك الكويرات ديولي. ممكن نتمنى يكون التصوير يعني باين. واخا السبوره ما معاونانيش يعني تهرسات ليا. المهم غير نعدي بما خديت وحده، واخا قلبت عليها انا تاعيت ما لقيتهاش. هادي راه شحال وكيقلب لي على راجل اختي حتى لقاها ليا، ولكن تهرسات يعني ما عرفتش واش غادا نوصي هكا
شي حد كنعرفو هكا في كازا ولا مراكش كيكونوا. المهم حنايا هنا ما لقيتهاش. المهم غنعديها هكا حتى ناخذ وحده. صافي رشيت هكا البافو، دهنت بالبيض ورشيت البافو صافي، وغادا نخليهم هكا يخمروا شويه عاد فاش ندخلهم يطيبوا. ومن يطيبوا ضروري ما غادا نشاركهم مع الحبابات ديولي. رشيت جوج صافي البنات. هي هادي الشهاده ديالنا، يعني من بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل، كتجي زوينه ورطبه كيف ما شفتوا. كنتمنى البنات باش تعجبكم. وهذه هديك الصغيره بحال هكا جات على هذا الشكل، كتجي زوينه البنات. وهذا واحد البريد ديالها حتى هي البنات. مكشكش هكا شاده بالتليفون وشاده التليفون بيد يعني كنكب اتاي باليد الاخرى تخوالي اتاي وبداو كيضحكوا عليا. المهم بنات صافي وسخنت هكا مخيميرات. وهاد الشهاده اللي درنا يعني صافي ما غاداش ندير لهم العشاء لا والو. بارك الله يجعل البركه. صافي البنات. المهم كنت غنصور لكم هذا الفيديو يعني في هكا في روتين، ولكن جاني روتين طويل صافي. وانا نقول غنحط لكم فيديو خاص. يلا البنات، مسلمه عليكم، خليت لكم الراحه.